السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا لما خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة نبيلة، قد ذكرها الله جل وعلا في أكثر من موضع من كتابه، ومن أجمعها قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون في هذه الدنيا لإقامة هذا الحق العظيم لله جل وعلا علينا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا وظيفتنا الأولى والتي عليها محط الحساب والنظر والسؤال والثواب والعقاب يوم القيامة إنما هي عبادة الله جل وعلا. والناس سوف ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين على حسب التزامهم بهذه الوظيفة. فمن قام بالعبادة على الوجه المأمور به شرعا متابعا فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون من فريق أهل التوفيق والفوز والنجاح والفلاح والصلاح. وأما من تنكب عن الصراط المستقيم وخالف المنهج المستقيم القويم فليس له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في السعير. تسمعون صوتي واضح؟ ما تسمعونه؟ ما أدري عاد، أنا ما أدري عنهم، لو يطفونها ما لها داعي بعد. فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس يوم القيامة إنما هم قسمان لا ثالث لهما: الفريق الأول فريق أهل الجنة، والفريق الثاني فريق أهل النار. فإذا لا بد أن نتكلم عن هذين الفريقين ولو بشيء من الكلام حتى نذكر أنفسنا بأحوال الجنة وأحوال أهل الجنة، وبأحوال أهل النار وبحال النار، وما أعد الله جل وعلا فيها في كل منهما من النعيم والعذاب. ومحاضرتنا هذه إن شاء الله سوف نخصصها عن الكلام على أهل النار وشيء من صفاتها الواردة في الكتاب والسنة. تسمعون الحين ولا ما تسمعون؟ تسمعون ولا مخليني أزعقوا بس؟ ها؟ والكلام على النار وأهل النار سوف يكون إن شاء الله مفصل في مسائل. المسألة الأولى: لقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن النار الآن موجودة، وقد فرغ الله جل وعلا من خلقها. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا أعد النار وخلقها وفرغ من عذابها وجميع ألوان جحيمها وزقومها. وأما مكانها فالله جل وعلا أعلم به. لا يجوز لنا أن نتكلم في مكان النار إلا بدليل. ومنهم من قال إن النار في الأرض السفلى، ولكن هذا لا دليل عليه. وإنما الذي يجب علينا أن نعتقده فقط أن الله جل وعلا خلق هذه النار وفرغ من خلقها. طيب، وهل النار تفنى أم أنها باقية؟ الجواب: لا، بل أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن النار باقية أبد الآباد ودهر الدهارير، لا تفنى ولا تبيد أبدا، لا تعدم النار أبدا. ولذلك يقول الله جل وعلا في النار بعد ذكر شيء من عذابها في القرآن كثيرا، يقول: أعدت للكافرين، يعني أنه فرغ من خلقها. ويقول الله جل وعلا عن عذاب أهلها في عدة آيات: خالدين فيها أبدا. ويقول الله جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا. فإذا هاتان مسألتان لا بد أن نبدأ بهما، وهي أن النار موجودة الآن والله أعلم بمكانها،
وأنها لا يمكن أبدا في يوم من الأيام ينقطع عذابها أو تخبو أو يخبو لهيبها أو تضعف نارها، بل هي مستمرة، نعوذ بالله جل وعلا، نعوذ بالله منها ومن حالها ومن حال أهلها. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله جل وعلا أن الله لما خلق هذه النار العظيمة جعل عليها ملائكة يسمون بخزنة جهنم، وهذه أول شيء من صفاتها، أنها نار عظيمة عليها خزنة، ووظيفة هؤلاء الخزنة يحرسونها وينوعون على أهلها صنوف العذاب، يتولون تعذيب أهلها بأصناف العذاب التي لا تطيقها الأجساد ولا تحتملها الكبود والقلوب. يقول الله جل وعلا واصفا هؤلاء الخزنة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذن هؤلاء الملائكة ملائكة غلاظ، هذه أول صفة فيهم، وأنهم شداد، وأنهم لا يطيعون أحدا لا يطيعون أحدا ولا يسمعون صراخ أحد ولا يرحمون دموع أحد من أهل النار، وإنما ينظرون إلى الله فيفعلون ما أمرهم ولا يفعلون ما أمرهم ولا يعصون الله جل وعلا فيما أمرهم به. وقد وصفهم الدليل الآخر بأن أعدادهم 19. يقول الله جل وعلا: لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ولما سمع كفار قريش الجهلة أن عدد خزنة النار 19 ضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أنا أكفيكم 18 وأنتم اكفوني واحدا. قالوا: إذن نحن أعداد كثيرة فنجتمع على خزنة أهل النار ونقتلهم ولا يستطيعون أن يعذبوننا. ولذلك قال الله جل وعلا أنه ما جعل هذه العدة إلا فتنة للذين كفروا. قال الله جل وعلا: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وأما أهل الإيمان وأهل الدين والتقوى فيعلمون أن النار لا تحتاج إلى هذا العدد أصلا، ولو أن ملكا واحدا صرف صنوف أنواع العذاب على أهل النار لكفوا. هذا عند أهل الإيمان، فكيف وهم 19؟ كيف وهم 19؟ فإذن الأمر في ذلك كبير. يقول العلماء رحمهم الله: وإن مقدم خزنة أهل النار ملك عظيم في صفاته اسمه مالك. وقد أفصح الله جل وعلا عن اسمه في كتابه في سورة الزخرف، يقول الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى نرتاح من هذا العذاب. وقال العلماء إنهم ينادون مالك 1000 سنة وهو صامت لا يجيبهم، صامت لا يجيبهم. ثم يقول لهم اخسأوا ثم يقول الله جل وعلا لهم إنكم ماكثون، ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآيات. فإذن هذه صفة خزنة أهل النار، صفة خزنة أهل النار. ومن غلظهم وحنقهم وغضبهم على أهل النار أنهم يسوقون أهل النار إليها سوقا، كما قال الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وأنهم يسحبون أهل النار على وجوههم ويسحبونهم على وجوههم من أقدامهم. قال الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم. من اللي تسحبهم؟ الملائكة الغلاظ الشداد خزنة جهنم. وتحشرهم يوم القيامة زرقا. قال الله جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ومن غضب الملائكة على أهل النار أنها تأخذهم برؤوسهم وأخمص أقدامهم ثم تلقيهم في النار، كما قال الله جل وعلا: يؤخذ بالنواصي والأقدام. تلقيهم الملائكة على هذه الصورة. فإذا هم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أنها مكان فسيح واسع جدا، وصفها الدليل بأنها كبيرة عظيمة. ويدل على ذلك
ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الضرس الكافر يوم القيامة كجبل أحد. ضرس الكافر في النار، ضرس الواحد للكافر يكون كجبل أحد، يعني أن أهل النار يضخم خلقهم وتكبر أجسادهم وجثثهم حتى يزاد في عذابهم يوم القيامة، حتى يكون ضرس الواحد كجبل أحد. ولا يخفى على شريف علمكم أن جبل أحد طوله حوالي 6000 متر، وأن المسافة بين منكبي أهل النار من الكفرة والمنافقين مسيرة 3 أيام بسرعة الجواد المضمر. ومع ذلك مع غلظ أجسامهم وكبر أحجامهم إلا أن الله جل وعلا سيملأها جميعا. قال الله جل وعلا: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هي مكان واسع وفسيح، وهي كبيرة جدا. يدل على كبرها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. فإذن هذا دليل على أنها كبيرة. وهل سيملأها الله؟ الجواب نعم، كما قال الله جل وعلا: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وإن امتلاء جهنم من الناس والجنة وعد قطعه الله على نفسه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت الجنة والنار إلى ربهما إلى أن قال: ولكليكما ملؤها. واعلم رحمنا الله وإياك أنها لن تمتلئ من الناس والجن فقط، لا، بل إذا دخل أهل النار يبقى أمكنة في النار، أمكنة عذاب ليس فيها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلالة عليها قدمه، وفي رواية عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي. فإذن هي لا تمتلئ من أهلها، بل يبقى أمكنة من أماكن العذاب ليس فيها أحد، ولكن الله يطأها وطأة تليق بجلاله وعظمته، فتضيق أركانها وتقترب جدرها حتى تكون ضيقة على أهل النار. نعوذ بالله منها ومن حال أهلها. فإذن هي مكان فسيح. يقول الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد. ومن صفاتها أنها ذات قعر بعيد لا يدرك. ويدل على بعد قعرها قول الله جل وعلا: إن المنافقين في ماذا؟ في الدرك الأسفل. إذن قعرها بعيد، لأن الشيء لا يسمى دركا إلا إذا بعد قعره. يعني لو حفرت حفرة صغيرة ما تسمي أسفلها درك، إنما تسمي أسفلها أسفل الحفرة، آخر الحفرة. لكن إذا كانت حفرة عميقة جدا تسمي آخرها درك. فيقول الله جل وعلا: في الدرك الأسفل من النار، دليل على بعد قعرها. واسمع إلى هذا الحديث الذي يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه رضي الله عنهم، فسمعوا وجبة، يعني صدى صوت مزعج. الوجبة هي صدى الصوت المزعج، كأن الصوت اصطدام جسم شديد بشيء شديد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو تدرون ما هذه الوجبة؟ تعرفون هذا الصوت اللي سمعتوه وأفزعكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 سنة، الآن بلغ قعرها. منذ 70 سنة رمي بهذا الحجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بلغ قعرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لو أن حجرا مثل 7 خليفات، يعني 7 نياق، لو في حجر حجمه مثل حجم 7 نياق مجتمع بعضها مع بعض، يقول لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي على شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لم يبلغ قعرها، 70 سنة لا يبلغ قعر هذه النار. فإذا هي مكان فسيح ومتسع يضيق بوطء الله عليها برجله، ثم مع ذلك هي قعر بعيد، هي قعر بعيد. ومن صفاتها نعوذ بالله منها أن لها دركات، وهناك درجات ودركات. الدرجات هي ما يصعد منها إلى ما هو أعلى منها، وأما الدركات فهي ما ينزل منه إلى ما أسفل منه. فالجنة موصوفة بأنها درجات بعضها فوق بعض، وأما النار فإنها موصوفة بأنها دركات بعضها دون بعض أو تحت بعض. وقد عد العلماء رحمهم الله جل وعلا دركاتها، واستفادوها من جملة الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لجهنم. فمن دركاتها دركة يقال لها جهنم، وهي اسم للنار عموما، والاسم هذه الدرجة على وجه الخصوص. ومن دركاتها لظى، كما قال الله جل وعلا: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ومن دركاتها الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ومن دركاتها سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ومن دركاتها السعير، كما قال الله جل وعلا: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ومن دركاتها الهاوية والعياذ بالله، يقول الله جل وعلا: فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. ومن دركاتها واد يقال له ويل، كقول الله كما قال الله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين. فإذا النار ليست دركة واحدة، بل هي دركات، وهذه الدركات تذهب سفلا، وكلما نزل دركة من الدركات كلما اشتد عذابها وازداد حرها والعياذ بالله. يقول الله: وإن أسفل دركات النار هي من حظ المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول الله جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا، يعني أهل الجنة لهم درجات وأهل النار لهم دركات. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومن صفات هذه النار أيضا أعاذنا الله وإياكم منها أن لها أبوابا، النار لها أبواب. وكم عدد أبوابها؟ عدد أبوابها 7 أبواب والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وأما الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها فلها 8 أبواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذه الأبواب كيف تفتح على أصحابها يوم القيامة؟ قالوا: إن أبواب جهنم تفتح فجأة، وإن الباب الذي يفتح أمام وجهك فجأة يصيبك بسبب انفتاحه فجأة من الرعب والخوف ما لا يصيبك إذا طرقت الباب ثم قال لك من خلف الباب: من أنت؟
فتقول أنا فلان فيفتح لك الباب، فيفتح الباب في هذه المحاورة وفيها شيء من اللطف وفيها شيء من الأمن. أما أن تقف عند باب مغلق ما تدري متى يفتح ثم يفتح مباشرة فإن هذا يوجب زيادة الخوف. أبواب جهنم تفتح مباشرة، ولذلك يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. ما قال وفتحت، وإنما فتحت أي بعد مجيئهم تفتح مباشرة، فيخرج دخانها فيغطيهم ويغطي لهبها وجوههم ويحرقهم قبل أن يدخلوا. وأما الجنة فإن أهل الجنة إذا جاءوها لا تفتح أبوابهم لها مباشرة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب، ثم يقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ويفتح الباب بشوي شوي، والناس يعرفون أن الباب الآن سيفتح، فيفتح على علم منهم. ولذلك قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذه واو التأخير، وفتحت أبوابها، يعني أنها لا تفتح مباشرة، لأن المقام مقام أمن ومقام اطمئنان، ليس مقام ترويع ولا مقام تخويف. وأما أهل النار فإنهم من حين وقوفهم عند أبوابها ومجيئهم إلى تلك الأبواب تفتح في وجوههم من غير استفتاح، فيخرج عليهم من دخانها وسمومها وحرها ولهيبها ما يحرقهم ويحرق وجوههم وأجسادهم والعياذ بالله. وعلى كل باب من هذه الأبواب ملك من الملائكة، على كل باب من هذه الأبواب ملك من الملائكة يقولون لأهل النار: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وهل هذه الأبواب تبقى مفتوحة إذا دخل أهلها؟ هل هي تبقى مفتوحة؟ الجواب لا، بل إنه إذا تتام دخول أهلها تغلق عليهم، ثم مع ذلك يوضع على هذه الأبواب خشبا من نار وحديد من نار حتى توصد تلك الأبواب، فأبوابها مغلقة ومع ذلك موصدة يعني مقفلة. يقول الله جل وعلا: تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تلك العمد تكون وراء الباب حتى تحكم إغلاقه فلا يستطيع من في داخله أن يخرج منها، نعوذ بالله جل وعلا من النار وأهلها. ولكن البشرى لكم أن هذه الأبواب تغلق في شهر رمضان، هذه الأبواب تغلق في شهر رمضان، أبواب جهنم تغلق في هذا الشهر العظيم الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يبق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلا يبقى منها باب. ومن صفات هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها أنها توقد بنوع من الوقود يختلف عن نار أهل الدنيا. فما وقود هذه النار؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ماذا؟ وقودها الناس والحجارة. الناس من الكفرة والمنافقين وأهل الشرك والوثنية، هؤلاء هم وقودها. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحجارة، ما المراد بهذه الحجارة؟ على أقوال كثيرة، وإن أكثر المفسرين يقولون إنها حجارة الكبريت. وحجارة الكبريت هذه من أشد الحجارة اشتعالا، فإنها إذا اشتعلت لا تكاد أن تنطفئ بسهولة. ومن أشد الحجارة اتقادا، يعني أن وقيدها يرى من بعيد. ومن أشد الحجارة دخانا، يعني أن دخانها دخان عظيم. فالحجارة المراد بها حجارة الكبريت. يقول الله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ومما توقد به النار أيضا الآلهة التي كان يعبدها المشركون من دون الله جل وعلا. الآلهة التي كان المشركون يعبدونها هم ومن يعبدها كلهم في النار،
كلهم في النار، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله إيش؟ حصب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله، أعوذ بالله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: ألا فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس حتى يتساقطوا في النار، ويتبع من كان يعبد القمر حتى يتساقطوا في النار، ويتبع من كان يعبد الأوثان حتى يتساقطوا في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها إلى آخر الحديث. فإذا كل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأشجار ومن الأحجار والأوثان والكهوف والمغارات والقبور وغيرها، كلها ستكون مع من يعبدها يوم القيامة. حتى الشمس والقمر ستكون في النار يوم القيامة، لأن ثمة من عبدها من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلأن ثمة طوائف عبدت الشمس والقمر، فستكون الشمس والقمر مع من يعبدها يوم القيامة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. فإن قلت: وما ذنب الشمس والقمر؟ الله جل وعلا لا يعذب شيئا إلا وله ذنب. الشمس والقمر والحجارة والشجر التي عبدت من دون الله هذه ساجدة لله. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وكل هذه الأشياء عبدت من دون الله. النجوم عبدت، والشمس عبدت، والقمر عبدت، وكلها تكون مع من عبدها في النار يوم القيامة. فما ذنبها؟ أهي راضية بهذه العبادة؟ الجواب: لا. لا تظنن أن الله يعذب أحدا بلا ذنب، انتبه، هذه قضية مفصولة، ولا يظلم ربك أحدا. لكن يزول عنك الإشكال إذا عرفت أن هذه المعبودات تدخل مع من يعبدها يوم القيامة لا من باب تعذيبها، وإنما من باب التعذيب بها، من باب التعذيب بها. يعني أن مما يعذب به أهل الكفر يوم القيامة، مما يعذبون به أنهم يرون ما كانوا يعبدونه ويرجون أن يقربهم إلى الله جل وعلا زلفى، أنه معهم في النار. فإذا دخول الشمس والقمر لا من باب التعذيب، من باب تعذيبهما، ولكن من باب جعلهما وسيلة للتعذيب، كالملائكة الذين هم في النار، فإنهم لا يعذبون ولا يصلهم شيء من العذاب، ولكنهم جعلوا وسائل لإيصال هذا العذاب لأهل النار. وكذلك الحجارة، وكذلك السلاسل والأغلال التي في النار، هي لا تعذب، ولكنها كوسائل جعلت لتعذب وتزيد في عذاب أهل النار. فإذا لا يظلم ربك أحدا. فالقمر والشمس إذا أدخلهما الله مع من يعبدهما في النار، فليس هذا من باب تعذيبهما، ولكن من باب التعذيب بهما، أي جعلهما وسيلة يعذب الله جل وعلا بهما. ومن صفات هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها أنه شديد حرها، شدة والله لا تطيقها الأجساد ولا تحتملها القلوب والأكباد أبدا، لا تحتملها القلوب ولا الأكباد ولا تحتملها الأجساد. أنه شديد حرها شدة متناهية. وإذا أردت أن تعرف شدة حر جهنم من باب التقريب لا من باب التحقيق، ضع يدك على شيء حار قد أخرجته من النار قبل قليل، إما ملعقة أو سكين أحميت على النار، ثم ضعها على جسدك. هذه حرارة لا يطيقها جسدك، ولا تطيقها بصيلات جسدك، ولا يطيقها جلدك أبدا، ويبقى مكان اللقعة ذي يبقى منتبرا مسودا بسبب هذه النار الخفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ناركم هذه فإن نار جهنم ك70 جزءا من هذه النار، ك70 جزءا من هذه النار، كلهن مثل حرها،
يعني اضرب نار الدنيا، اضرب نار الدنيا في 70، هذا هو حرارة نار جهنم. وكذلك تزاد، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله. يقال يا رسول الله والله إنها لكافية، يقول الصحابة لو كان ما نعذب في الآخرة إلا بهذه النار لكانت كافية. قال إن الله ضاعفها 70 جزءا كلهن مثل حرها. ولذلك يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضجت جلودهم بسبب حرها وعظم دخانها وشررها، نعوذ بالله منها. يقول النبي صلى الله عليه يقول الله جل وعلا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، هذا هو هواؤهم وهذا هو ماؤهم وهذا طعامهم وهذا هو مستقرهم، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ويقول الله جل وعلا وسقوا ماء حميما، هذا الماء محمي على نار جهنم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وكذلك إذا قرب من وجوههم ذكر الله جل وعلا أنه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت، يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الناس في هذه الدنيا إذا أرادوا أن يتمتعوا فإنما يتمتعون بالجو اللطيف الطيب والسحاب والهواء البارد، ليس كذلك؟ هذا كله وسائل المتعة في هذه الدنيا، كل هذه الوسائل منتفية عن أهل النار، فلا هواء بارد ولا جو طيب، إنما هو حميم وغساق وزمهرير وشدة حرارة والعياذ بالله. فهواؤهم السموم، والمراد بالسموم أيها الإخوان الريح ذات الحر الشديد إلى الفحت في القيض لأن جت السموم قالوا هذا سموم الدنيا وليس سموم نار جهنم، أما سموم نار جهنم فإنه لا يطاق ولا يحتمل. يقول الله جل وعلا حاكيا حال أهل النار أنهم من شدة اللهيب ينادون الله جل وعلا ويستغيثون به، وينادون الملائكة يريدون أن يستظلوا من حر هذه النار، يريدون أن يستظلوا، يريدون ظلا يحميهم من هذا السموم. ما هو ظل أهل النار؟ يجابون إلى ذلك ويعطون ظلا، لكن انظر ما صفات هذا الظل. يقول الله جل وعلا انطلقوا، أنتم تبون ظل؟ طيب انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ذي 3 شعب، أنتم تعرفون أن الدخان إذا انطلق من النار لا ينقسم، ولكن إذا ارتفع في أجزاء الجو فإنه ينقسم إلى شعب على حسب الهواء، فشعبة تذهب يمينا وشعبة تذهب شمالا. فكذلك ظل أهل النار، فإن هذه الحجارة تصدر دخانا عظيما لا يوصف، فإذا انطلق فوق النار انقسم هذا الدخان إلى 3 شعب. وقال الله جل وعلا في وصف هذا الظل وظل من يحموم. وأما شرر النار، لكل نار شرر النار وصفه الله جل وعلا بصفتين عظيمتين. قال الله جل وعلا إنها ترمي بشرر كالقصر، هذا بعض الشرار، كأنه جمالة صفر. فبعض الشرارة يخرج من النار كالقصر العظيم الفخم، كأكبر قصر من قصور هذه الدنيا، هذه شرارة من شرارات النار. وبعض الشرر يخرج من النار كأعظم ناقة صفراء، كأنه جمالة صفر، أي ناقة عظيمة. يقول الله جل وعلا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
ومن صفاتها نعوذ بالله منها أن لهيبها يزداد على مر الزمان بخلاف نار أهل الدنيا، أن نار جهنم يزداد لهيبها وحرارتها على مر الزمان والأحقاب، يعني آخر اشتعالها أعظم من أول اشتعالها، كلما مرت عليها الأحقاب والسنون والأعوام كلما ازداد لهيبها وازدادت حرارتها نعوذ بالله منها. نار الدنيا أول قوتها في أول اشتعالها، ثم بعد ذلك مع مرور الوقت تخبو حتى تنطفئ، هذه نار الدنيا. وأما نار جهنم فإنها تزداد على مر الزمان. يقول الله جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا، ويقول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني كلما زدناكم شيئا فإنما هو عذاب على العذاب الذي عندكم. وتأملوا كلمة ذوقوا، أي هو عذاب له طعم لكن طعمه مر، نعوذ بالله جل وعلا من النار. ويقول الله سبحانه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وكل يوم تسعر هذه النار نعوذ بالله منها، كل يوم يزاد في لهيبها، كل يوم من أيام الدنيا يوضع فيها ما يجعل لهيبها يزداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات النهي كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أمسك عن الصلاة. ليه أمسك عن الصلاة في وسط الظهر قبل الظهر بقليل؟ قال فإنها حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها أكثر، تسجر جهنم يعني يوقد عليها أكثر، ويوضع فيها ما يوجب أن تتوقد ويزداد في سعيرها ولهيبها. وفي رواية أخرى فإنه حينئذ تسعر جهنم، وتسعر يعني يزاد في سعيرها على ما هي عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهرير جهنم. ويقول الله جل وعلا وإذا الجحيم سعرت، يعني أوقد عليها وأحميت. وفي الحديث الذي فيه شيء من الضعف إن الله جل وعلا أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة نعوذ بالله منها ومن حال أهلها. ومن صفات هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها أن هذه النار تبصر، جهنم تبصر أهلها يوم القيامة، ترى أهلها وتتكلم وتشتكي. أما شكواها فقد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشتكت النار إلى ربها. وفي الحديث الآخر اشتكت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لي لا يدخل إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار يا رب ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والجبابرة، فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. إذا النار تشتكي وتسمع وتتكلم وتبصر. يقول الله والله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا إذا رأتهم من الكلام لمن؟ الضمير يرجع لمن؟ لجهنم. إذا رأتهم
بل وتغضب أيضا النار، تغضب ويسمع لها شهيق وزفير من شدة الغضب، من شدة الحنق والغضب على أهلها. قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني هلاكا بعد هلاك. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويؤكد هذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم القيامة من النار عنق من النار، لهيب يخرج منها. يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق على الكيفية التي يريدها الله جل وعلا. يقول هذا العنق، يقول: إني وكلت بثلاثة، يعني جاي آخذ ثلاثة من أهل المحشر، وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وهذا الحديث حديث حسن صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. فيخرج هذا العنق من النار ولا وظيفة له أبدا إلا هؤلاء الثلاثة، يأخذهم ويلقيهم في جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: لما صلى الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، فلما عرضت عليه الجنة تقدم ومد يده حتى يأخذ عنقودا منها، ثم رآه الصحابة تقهقر وخاف ورجع، فسألوه: رأيناك تقدمت في الصلاة ثم تقهقرت، رجعت إلى خلفك. فقال: يوم رأيتموني تقدمت رأيت الجنة فأردت أن آخذ منها عنقودا، ولما رأيتموني تقهقرت رأيت النار يحطم بعضها بعضا، فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع. وقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن صفات هذه النار التي وردت في الكتاب والسنة أن من دخلها فإنه لا يخرج منها أبد الآباد إن لم يكن معه أصل الإسلام. من دخلها فإنه لا يخرج منها أبد الآباد ولا دهر الدهارير أبدا. يقول الله جل وعلا: لابثين فيها أحقابا. ويقول الله جل وعلا عن عذابها: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويقول الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وكيف يخرجون؟ طيب، وهل يموتون فيها؟ هل يموتون ويرتاحون فيها؟ الجواب: لا. يقول الله جل وعلا: لا يصلاها إلا الأشقى. قال الله جل وعلا: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فلا يحيا حياة كريمة هادئة وادعة، ولا يموت فيها ميتة تريحه من هذا العذاب. ويقول الله جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكيف يموتون والله جل وعلا قد ذبح الموت بين الجنة والنار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فينادي يا أهل الجنة فيشرئبون، ويا أهل النار فيشرئبون. يعني أهل الجنة ينظرون بخوف، وأهل النار ينظرون برجاء من اللي ينادينا، فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. قال: فيذبح بين الجنة والنار،
ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فإن سألت وما حال أصحاب الكبائر يوم القيامة، أهم يخلدون في النار أيضا أم سيخرجون منها؟ الجواب: لقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن من مات مصرا على شيء من الكبائر غير الشرك والكفر والنفاق الاعتقادي، فإنه تحت مشيئة الله يوم القيامة، فإن شاء الله غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه الله في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه إلى الجنة انتقالا. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله أنه لن يخلد في النار أحد ممن معه لا إله إلا الله، لن يخلد في النار أحد ممن معه أصل التوحيد والإيمان، حتى وإن طالت فترة عذابه في جهنم، لكنه سيخرج منها يوما من الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، سيدخل الجنة يوما من الأيام حتى وإن طالت فترة عذابه في جهنم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ذرة، ما يبقى أحد في النار من أهل التوحيد والإيمان. إذا من الذي يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا؟ هم أهل الكفر الأكبر وأهل الشرك الأكبر وأهل النفاق الأكبر، فهؤلاء يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. ومن صفات أهل النار أيضا من باب الاختصار، ومن صفات أهل النار أيضا طعام أهل النار. فإن سألت وما طعام أهل النار، نقول قد ذكر الله جل وعلا أن لهم طعاما عجيبا، من ذلك الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول أكثر المفسرين رحمهم الله إن الضريع طعام يتخلله الشوك، ومنهم من قال هو أصلا شوك في ذاته، فإذا ابتلعه أهل النار من شدة جوعهم نشب في حلوقهم واستقر في حلوقهم، فلا يستطيعون أن يخرجوه ويلفظوه، ولا يستطيعون أن يبتلعوه لأن أشواكه قد ثبتت في أجساد حلوقهم. يقول الله جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ويقول الله جل وعلا أيضا من طعام أهل النار: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ويقول الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله جل وعلا: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. والصديد ذكر العلماء رحمهم الله أنه الدم والعصارة والقيح الذي يخرج من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله جل وعلا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وطعاما ذا غصة، يعني ما يبتلع، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ومن طعامهم كذلك الغسلين الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الحاقة: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقد بين الله جل وعلا أن أهل النار يشربون من هذا النار قهرا تسوقهم إليه الملائكة
يشربون منها شرب الهيم. يقول الله جل وعلا: فشاربون شرب الهيم، من هذه المياه ذات الصديد والقيح ودماء أهل النار، يشربون منها قهرا وغصبا عليهم، يشربون شرب الهيم. فإن قلت: وما الهيم؟ هذا داء يصيب الإبل، تشرب من الماء حتى تنفجر بطونها، لأنها تشرب وتشرب وتشرب ولا تزال فيها هيام للشرب وشوقا للشرب حتى ينفجر بطنها. هذا داء. فأهل النار يصيبهم هذا الداء فيشربون شرب الهيم من هذا الغسلين ومن هذا الصديد، نعوذ بالله من ذلك. ومن صفات أهل النار أيضا أن لهم ثيابا خاصة لا يلبسها إلا هم. يقول الله جل وعلا: قطعت لهم ثياب من نار، والعياذ بالله، ثيابهم ثياب من نار. وقال الله جل وعلا: سرابيلهم، يعني ثيابهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هذه جمل من الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة لهذه النار العظيمة. ولكن هناك مباحث مهمة لا بد أن نختم بها هذه المحاضرة، وهي مباحث طويلة، ولكن نحاول أن نختصر منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. المبحث الأول: اعلم رحمك الله تعالى أن الله جعل لجهنم دعاة، احذر من هؤلاء الدعاة. ترى من أجابهم أخذوه وقذفوه فيها. كما أن للجنة دعاة فللنار كذلك دعاة، ومن أعظم دعاة جهنم الجن والشياطين. يقول الله جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ويقول الله جل وعلا عنه: إنما يدعو، يعني الشيطان يدعو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك من دعاة جهنم كل كافر وطاغية ومترف في الأرض، كل كافر وطاغية ومجرم فرعون وقومه. يقول الله جل وعلا عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن هم من دعاة النار والعياذ بالله. وقال الله في الآية الأخرى: يهدون إلى النار. وقال الله جل وعلا عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الدعاة التحذير الكبير الشديد. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، هذا داعية للكفر، والكفر باب من أبواب النار، وهذا داعية للبدعة ومرغب فيها، والبدعة باب من أبواب النار، وهذا داع لاختلاط الرجال بالنساء ولتبرج النساء ولتطبيق غير شريعة الله وغير ذلك. فإذا كل هؤلاء يدعون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. فهؤلاء الدعاة يجب الحذر منهم، فكأنهم الآن واقفون على أبواب جهنم ينادون الناس إليها. لما سمع حذيفة رضي الله عنه هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، صفهم لنا، من هؤلاء الدعاة؟ جلهم لنا، صفهم لنا بصفات تجليهم لنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا، يعني ليسوا شياطين، وإنما هم من بني آدم، بل وأعظم من ذلك. قال: ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم يتكلمون بكلام البشر. وبعض أهل العلم قال: يتكلمون بكلام العرب، يتكلمون بألسنتنا، تحتمل لأنه عربي فيتكلمون بلسان العرب، ويحتمل لأنه بشري فيتكلمون بلسان البشر. فالحذر من هؤلاء الدعاة، لا يجابون ولا يستمع لهم ولا تفتح القلوب لهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. منهم من يدعو إلى الكفر والوثنية، ومنهم من يدعو إلى إحياء آثار الكفار بحجة السياحة، ومنهم من يدعو إلى تبرج النساء، ومنهم من يدعو إلى نسف شريعة الله وتطبيق شرائع الشرق والغرب، ومنهم من يدعو إلى نبذ الشريعة، ومنهم من يدعو إلى التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، ومنهم من يسخر ويستهزئ بأهل اللحى والمستقيمين وأهل الحق، ومنهم من يغمز ويلمز. كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. وإني في هذا الموقف أقول: إن كثيرا
إن كثيرا من علماء السوء يدخلون في هذا، من علماء السوء الذين يزينون الأذكار الجماعية للناس، والذين يزينون الطواف بالقبور للناس، والذين يحضرون الموالد البدعية ويفتنون الناس بحضورهم. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ومنهم كذلك الملوك الفاسدون، الملوك الفاسدون والأمراء الطالحون الذين يقررون الفساد في ديارهم ويجعلون له نظاما. الزنا في بعض البلاد له نظام وتقنين، البدعة والقبور لها نظام وتقنين، الكفر والوثنية لها نظام وتقنين، الآثار الجاهلية لها نظام وتقنين، وكله بتقنين هؤلاء الملوك وهؤلاء الأمراء. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. وكذلك منهم الصحفيون الذين يسخرون بالعلماء ويسخرون بتطبيق الشريعة ويدعون الأمة إلى متابعة الغرب وإلى اتباع حضارة الغرب وأخذها بحلوها ومرها. كل هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. فالواجب علينا أن نحذر منهم أيها الإخوان. الله الله بالحذر من هؤلاء، الله الله بالحذر من هؤلاء. فإن الإنسان إذا انفتح له قلبهم فإن الإنسان إذا فتح لهم قلبه وفتح لهم سمع أذنه فربما يكونون سببا في أن يأخذوه ويقذفوه في جهنم من حيث لا يشعر. ومع ذلك فهناك دعاة على أبواب الجنة، دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى الإيمان، دعاة إلى السنة ونبذ البدعة، دعاة إلى الطاعة ونبذ المعصية، دعاة إلى التوبة، يعلمون الناس الخير. هؤلاء دعاة على أبواب الجنة. فبمثل هؤلاء يشد الظهر وبمثل هؤلاء يربط الغرز. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من دعاة أهل الحق. فإذا الحذر الشديد من هذا. دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، منافقون يدخلون بيننا ويتكلمون على أنهم هم المصلحون وأنهم يريدون الخير للأمة وأنهم لا، يعني كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكن دعوتهم مبنية على الكفر والوثنية والعياذ بالله. ومن المباحث المهمة: ما الجرائم التي توجب الدخول في النار؟ ما الجرائم التي توجب الدخول في هذه النار التي ذكرت لنا شيئا يسيرا من وصفها، حتى نتقي هذه الجرائم وحتى نبتعد عنها وحتى نحذرها الحذر الكبير. فإن من وقع في شيء من ذلك الجرائم فإن مآله النار، فإن مآله النار. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. كم بقى على ذلك؟ ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. أعظم هذه الجرائم على الإطلاق جريمة الكفر والشرك والعياذ بالله. وهذه الجريمة من أعظم الجرائم وهي الظلم العظيم. قل الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما المراد بالظلم هنا؟ أي الشرك. يقول الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لولده: ولا تشرك بالله، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل وعلا: نار وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ أعدت للكافرين. يقول الله جل وعلا عن أهل النار: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذن هذه السلاسل والأغلال أعدت لهذا الصنف من الناس. هذا أعظم الذنوب وأكبر الجرائم على الإطلاق. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك والكفر. والكلام على تفاصيل له مجال آخر. ومنها عدم القيام بالتكاليف الشرعية. هذه جريمة كبيرة، أن لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ولا يبر بوالديه ولا يربي لحيته ولا يقصر ثيابه ولا يأمر بالمعروف ولا يجاهد في سبيل الله ولا ينهى عن المنكر. هذه جرائم توجب أن يدخل صاحبها النار والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا أن أهل الجنة يسألون أهل النار: ما سلككم في سقر؟ وهي دركة من دركات النار. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن عدم قيامهم بالتكاليف الشرعية هو الذي أوجب لهم دخول النار والعياذ بالله. ومن أسبابها النفاق، نفاق القلوب، نعوذ بالله من النفاق، ونسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين ظاهرا وباطنا وممن لم يرد بعمله إلا وجه الله والدار الآخرة. النفاق من الأسباب التي توجب النار، من الأسباب التي توجب النار. يقول الله جل وعلا عنهم:
يقول الله جل وعلا عن هذا الصنف من الناس: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ويقول الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنها أيضا من الجرائم التي توجب النار طاعة الكبراء والزعماء في معصية الله جل وعلا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن أطاع العلماء والأمراء والكبراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإن له النار يوم القيامة. يقول الله جل وعلا عنهم: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم إلى آخره. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الضعفاء للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذه التهمة. طيب يدافعون عن أنفسهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، هذه المشكلة، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. النتيجة كلهم وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فإذا كلهم سيعذبون، ولا ينفعهم أن كبراءهم وزعماءهم وملوكهم هم الذين أمروهم بالكفر وزينوا لهم المعصية. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا من الأبواب والمعاصي والجرائم التي تدخل النار يوم القيامة طاعة الزعماء والكبراء في قتل الناس. أن يأمرك فلان الزعيم بأن تقتل الأبرياء وتزهق النفوس التي لا يجوز إزهاقها لعدم ارتكابها الجرم ولا المسوغ الموجب لإزهاقها، فهذا يقتل. ليش تقتل؟ والله الملك الفلاني أمرني، الزعيم الفلاني أمرني. هذا يا ويله يوم القيامة الذي يسفك الدماء بسبب أمر زعيمه له، أو يسجن الضعفاء الأبرياء بسبب قول زعيمه له، أو يؤذي المؤمنين بأمر زعيمه له. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو عذبك زعيمك ولو قتلك ولو فصلك فإن تعذيبك وقتلك وفصلك وحرمانك من باب الرزق والوظيفة أهون عند الله جل وعلا من أن تعذب أنت وزعيمك في النار يوم القيامة. فالنجاء فليس بحجة عند الله أن تقول يوم القيامة إن الولي الفلاني أو الأمير الفلاني أو الزعيم الفلاني أو الرئيس الفلاني أمرني بهذا المحرم. نعوذ بالله من ذلك. يقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ايش يا جماعة ورهبانهم أربابا. قال عدي: يا رسول الله لم نتخذهم أربابا، يعني ما عبدنا الملوك والعلماء والأمة، ما عبدناهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ أوليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. هذه عبادة الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الجرائم العظمى التي توجب النار نعوذ بالله منها الكبر والغطرسة. الكبر بغض النظر عن نوع الكبر، سواء كان كبرا بالمال أو بالعز والجاه أو بالمناصب والكراسي الدوارة أو بالملك والسلطان. من تكبر فإن مآله النار يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار والجنة إلى ربها فقالت النار: يا رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. ومن الجرائم التي توجب النار والعياذ بالله الحسد والكذب، من باب الاختصار: الحسد والكذب والخيانة، وكذلك الظلم، وكذلك الغدر، وكذلك قطيعة الرحم، وكذلك عقوق الوالدين، وكذلك الجبن،
وكذلك الجبن عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وكذلك البخل، وكذلك الرياء، وكذلك اليأس من رحمة الله وروحه أو الأمن من مكر الله عز وجل، وكذلك الجزع عند المصائب، الجزع عند المصائب. وكذلك مما يوجب النار الاستهزاء بآيات الله جل وعلا وأحكامه، وكذلك كتمان العلم، كتمان العلم، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك مما يوجب النار قتل النفوس بغير حق، يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك مما يوجب النار أكل الربا، أكل الربا، يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول وكذلك من الجرائم الزنا، ارتكاب الزنا كرم الله هذه الوجوه. وكذلك أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، يقول الله جل وعلا: إن يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك مما يوجب النار قذف المحصنات، مما يوجب النار قذف المحصنات، قذف المحصنات الغافلات غافلات المؤمنات. ثم نختم هذه المباحث بمبحث طيب مهم، وهي الأعمال التي يتقي بها العبد نار جهنم يوم القيامة. هناك أعمال جليلة طيبة وعبادات عظيمة، احرص عليها بإذن الله، سوف تكون سترا لك من النار إن شاء الله، سوف تكون لك سترا من النار. من هذه الأعمال وأعظمها الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. يقول الله جل وعلا عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فالله لا يخزي أهل الإيمان يوم القيامة ولا يخزي أهل العمل الصالح. ومن ذلك كثرة الصيام النافلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 سنة، 70 خريفا، 70 سنة يكون وجهه بعيد عن النار. ويقول وكذلك كثرة الصدقة، الصدقة من أعظم ما يتقى به حر النار يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأحدكم يوم القيامة فيرى أمام منه فلا يرى إلا النار، وأيمن منه فلا يرى إلا النار، وأشأم منه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما سقت بغي بني إسرائيل الكلب، ما سقت شربة واحدة شرب الكلب، غفر الله لها جل وعلا وأدخلها الجنة. ومما يقي النار أيضا، مما يقي العبد من عذاب النار ودخولها كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله من الجنان التي لا تخترق، من الجنان التي لا تخترق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام للصحابة: خذوا جنتكم. قالوا: أمن عدو يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم، يعني ستركم اللي يحميكم. قالوا: أمن عدو ينزل علينا يا رسول الله؟ قال: خذوا جنتكم من النار. قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني أنهن في أمام الإنسان، ومعقبات يعني يأتين من خلف الإنسان، ومجنبات يعني يأتيك هذا الذكر من على جهاتك كلها تحميك من الجانبين، وهن الباقيات الصالحات. يقول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومما ينجي من عذاب النار محبة الله والإقبال على طاعته. يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم. يعني إذا من أحبه الله فإن الله لا يعذبه، يعني أن الله احتج عليهم: لو كنتم فعلا أحبابا لله فلم يعذبكم،
لما يعذبكم؟ لما توعدكم بالعذاب؟ فإذا أحباب الله لا يعذبهم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أحبهم الله. ومما ينجي من عذاب النار أيضا البكاء من خشية الله، بكاء حقيقيا لا رياء فيه ولا سمعة ولا مظاهر زائفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. إذا حلبت اللبن بتعود تصبه في الضرع مرة ثانية ما يرجع، فإذا هذا لا يدخل النار أبدا. عين بكت من خشية الله، بكيت من خشية الله، بل هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ما عند أحد ففاضت عيناه خشية من الله. هذه العين ما تمسها النار يوم القيامة. وفي الحديث الذي في سنده شيء من النظر: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ومما ينجي من النار أيضا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات تعرفونها. إذن وعد الله جل وعلا المجاهدين درجات عظيمة لا يعلم قدرها ولا عظم شأنها إلا الله جل وعلا. فالمجاهدون يدخلون الجنة ولا يمرون على النار. ومنها أيضا مما يقيك من عذاب النار كثرة الاستعاذة بالله من عذابها. هذا من أعظم الدعاء أنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. أعظم خطرين سيواجهوننا، أعظم خطرين نخاف منهما عذاب القبر وعذاب النار. في شيء أعظم منها؟ اترك الرافضة واترك الكفرة، هذول معه. لكن الأخطار التي ليس بعدها نجاة: عذاب القبر وعذاب النار. فأكثر من الاستعاذة منهما. فلذلك نحن نستعيذ منهما عند كل تشهد أخير، ليس كذلك؟ نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويقول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا هذا الحديث العظيم واحفظوه، ترى ما بلا نصف سطر بس احفظوه أرجوكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا استجار مسلم من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. ولا استجار مسلم من النار ثلاثا في اليوم يعني والليلة ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. أسأل الله العظيم أن يجيرني ويعيذني وإياكم من عذاب النار. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم أعذ هذه الوجوه الطيبة والمسلمين جميعا من أن يكونوا من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه جمل مختصرة من الكلام على هذه الدار. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرها وأن يعيذنا وإياكم من حرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قول بعض أهل العلم أنها أسماء لجهنم على وجه العموم، وبعضهم قال هي أسماء للدركات، وبعضهم قال هي أسماء للنار وللدركات، هي أسماء للنار وللدركات، ولعل القول الثالث هو الأقرب إن شاء الله. يعني جهنم اسم للنار عموما ولدركة، والسعير اسم للنار عموما ولدركة، وغي اسم للنار جميعا ولدركة، وهكذا. أنهم خالدون إذا تاب الإنسان قبل الموت من موجبات النار فإن الله يغفر له ذنبه إذا قبل توبته. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة إلى أن قال إلا من تاب. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: والتوبة تجب ما قبلها. فإذا تاب الإنسان قبل الموت من موجب النار سواء كان موجب كفر أو موجب كبيرة فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه. وأما من مات على شيء من المعاصي فلا تخلو من حالة: إن كانت هي معصية الشرك والكفر فهذا خلوده الوارد فيه هو الخلود الأبدي المطلق، وأما إن كانت من كبائر الذنوب
فالقاعدة عند العلماء تقول كل كبيرة علقت بالخلود فيراد به المكث الطويل لا الخلود الأبدي، يراد به المكث الطويل لا الخلود الأبدي، كقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقتل النفس ليس كفرا فهو كبيرة، فإذا قاتل النفس يخلد يعني يمكث طويلا في النار. فإذا الخلود في حق أصحاب الكبائر يراد به مطلق الخلود، والخلود في حق الكفرة والمشركين يراد به الخلود المطلق. أحبك الله الذي أحببت محبك فيه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تحابوا فيه محبة صادقة ليست محبة مصالح ولا غيرها. السؤال أنا أشغلني بالمحبة معلش. أي نعم عذاب الكفار يتفاوت كما أن نعيم المؤمنين يتفاوت، وهذا من كمال عدل الله. يقول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإذا الذي يكفر الكفر درجات، الذي يكفر بالله العلي العظيم ويدعي الربوبية هل هو كمن كفر ولم يدعي الربوبية؟ الذي يكفر على نفسه هل هو كمن كفر ودعا غيره للكفر ولا يا جماعة؟ فإذا كما أن المؤمنين يتفاوت نعيمهم في الآخرة على حسب إيمانهم، فكذلك الكفار يتفاوت عذابهم على حسب جرمهم وكفرانهم. نحن نعرف جميعا أن العلماء اختلفوا في هذه الآية اختلافا طويلا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالسماوات والأرض يعني أرض الجنة وسماوات الجنة، سماء الجنة وأرضها، لأن هذه السماوات سوف تبدل سماوات أخرى وتلك الأرض سوف تبدل أرضا أخرى، فأهل الجنة يخلدون فيها ما دامت سماء الجنة وأرضها. فإذا هذا عبارة عن الخلود الأبدي، عبارة عن الخلود الأبدي. ليس المراد بالسماوات تلك السماوات الدنيا، لا، هذه ستزول، سوف تتشقق، سوف تتصدع، تذهب، تنتهي. قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فإذا تلك السماوات التي بدلت ستبقى هي سماء أهل الجنة وأرض أهل الجنة. نعم. ايش فهل يشمل أصحاب القبور؟ ايش معنى يشمل أصحاب القبور؟ قصدك من مات من المؤمنين، يعني أنه إذا كان يعذب في قبره فهل ينعم في هذا الشهر؟ هذا شيء الله أعلم به، لا أحفظ فيه نصا، ولكن الذي أعرفه أن المؤمن في قبره إذا أراد الله أن يعذبه فإن تعذيبه يكون كفارة له، وعذاب المؤمن في قبره منقطع، لكن هل ينقطع في رمضان أو يخف في رمضان؟ الله أعلم بذلك، هذا أمر غيبي لا دليل على إثباته ولا نفيه، وما لم يرد من أمور الغيب فلا مجال لنا للكلام فيه، الله أعلم. المصورون معروفون، والتصوير قسمه العلماء إلى 3 أقسام: تصوير النحت وهو أن يعمد إلى خشبة أو حجر أو صلصال ويصيغه على شيء من ذوات الأرواح، ويسميه العلماء الصورة التي لها ظل، يعني لو حطيت على الصورة نور منها هنا وجدت لها ظلا من الطرف الآخر، وهذا مجمع على تحريمه. والقسم الثاني تصوير الرسم، وهو أن يعمد إلى خرقة أو زجاجة فيرسم عليها صورة لا ظل لها من ورائها، وهذا أكثر أهل العلم على تحريمه. والتصوير الذي اشتد فيه خلاف العلماء التصوير بالآلات الحديثة، التصوير الفوتوغرافي، والقول الصحيح أنه أيضا محرم إلا ما دعت له الحاجة والضرورة. فالمصورون يعني الذين يرسمون الصور ذوات الأرواح، يلتقطونها إما بالآلة أو بالرسم باليد أو بالنحت، كل هؤلاء موكل بهم هذا العنق، لكن ليس لأنهم كفار، فهم من أهل الكبائر، لأن التصوير من جملة الكبائر ولا يخرج صاحبه من الإيمان. هل الجواب لا، وإنما حطب جهنم هم الكفار والمنافقون ممن كتب الله جل وعلا لهم الخلود الأبدي. نعم.
والله هذا أمر نقع فيه جميعا، أن الإنسان إذا خلا بمحارم الله فإنه يصعب عليه حينئذ أن يراقب ربه في هذه الحالة. ولكن علامة المؤمن قاعدة لا بد أن نحققها جميعا، وهي أن من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، معك بعلمه، معك باطلاعه، معك بإحاطته، معك بهيمنته، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام إيش يا جماعة؟ يراني. فاتق الله أيها المسلم ولا تجعل الله أهون الناظرين عليك. وإن الإنسان إذا خلا بمحرم من المحرمات وأغلق عليه الباب ثم جاء طفل صغير وحرك الباب بأظافره لارتاع صاحب المعصية. خاف أو تخاف من طفل صغير لا يملك لك حياة ولا موتا ولا جزاء ولا ثوابا ولا عقابا، وأنت تعلم متيقن أن الله يراك ومطلع عليك، وجعلت الله أهون الناظرين عليك، جعلت الله أهون الناظرين عليك وخفت من طفل صغير. بل لو أن الإنسان أصدل ستاره ثم جاء الهواء وحرك الستارة ثم أصدر صوتا فإن العبد يضطرب وينزل قلبه في رجله خايف. طيب ما في أحد يعاينك، يعني ما في أحد ينظر لك، ما في أحد يبصر عليك، خفيت عن أعين الجميع. فلذلك هذا أمر لا بد أن نحييه في قلوبنا، وهو أن نستشعر أن الله معنا ومطلع علينا ومحيط بنا، وأنه لا تخفى عليه أحوالنا في أي حالة من أحوالنا. ولذلك علامة الإيمان الصادق ما يكون مع الإنسان في خلوته لا في جلوته. يعني بعض الناس برا ما عند الناس مطوع ما في كلام ممتاز ولا يقدر يسوي شيء أبدا، وأستغفر الله أستغفر الله. لكن إذا خلا بمحارم الله، إذا خلا بالحالة، هل ذاك الإيمان الذي زجرك عن اقتراف الذنوب والمعاصي وجعلك تغض بصرك عن الحرام هو سيفعل ذا في وسط الخلوة؟ إن كان نعم فأنت مؤمن صادق، وإن كان لا ففيك شعبة نفاق. فاتق الله وعالج قلبك وعالج إيمانك، وكلنا ذاك الرجل. نعم. أعظم قلت ذكرتها نعم. هذا أمر إلى الله جل وعلا، أقول هذا أمر إلى الله جل وعلا، فالواجب علينا أن لا نعارض هذا الخبر، لأن الله أخبرنا أنه يخرج من النار من معه أصل التوحيد، فالواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله به. وأما كيفية ذلك وكيف يخرجون فإن هذا أمره إلى الله جل وعلا، لكن يجب علينا أن نؤمن بأنهم يخرجون ولن يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان. الله جل وعلا يقول إنكم وما تعبدون، وعيسى عاقل، وما تستخدم لغير العاقل، فلا يدخل في هذه الآية من عبد من الأنبياء أو عبد من الملائكة أو عبد من الأولياء، فالملائكة عبدوا من دون الله. قال الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فإذا الملائكة عبدت فهل نقول أن الملائكة يدخلون أيضا؟ الجواب لا، وإنما الله يقول إنكم وما، ما قال ومن تعبدون، وإنما قال وما، فيدخل في ذلك ما عبد من دون الله مما لا يعقل من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والكهوف والمغارات وغيرها مما عبد من دون الله مما لا يعقل. هذا جواب. هذا جواب اللغوي. والجواب الثاني وعليه أكثر أهل العلم أن من عبد وهو راض بهذه العبادة، من عبد وهو راض بهذه العبادة، كفرعون عبد وهو راض بهذه العبادة، وبخت نصر عبد وهو راض بهذه العبادة، والنمرود عبد وهو راض بهذه العبادة، وكبار الصوفية وأقطابهم وأغواثهم عبدوا وهم راضون بهذه العبادة. فمن عبد وهو راض بهذه العبادة فإنه سيكون في النار. وبعض الناس يوصي مريديه إذا قبر أن يطوفوا حول قبره وأن يتقربوا له، فمن عبد وهو راض يدخل. فإذا نجيب بجوابين: إما أن نقول إنما ليست للعقلاء فلا يدخل فيها الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء والصالحون، وإما أن نقول هي خاصة في من عبد وهو راض بالعباد. لكن يشكل على الجواب الثاني أن الشمس والقمر عبدت وهي ليست راضية، ولكن يكشف هذا بأن دخول الشمس والقمر ليس من باب تعذيبها وإنما من باب التعذيب بها كما بينت. نعم. هذه لها درس آخر إن شاء الله، لكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يمكن من الشفاعة يوم القيامة،
منها أن يموت على وصف الإيمان، فالمؤمنون يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، ولا لا يا جماعة؟ ومنها كذلك أن يردد خلف المؤذن وأن يسأل الوسيلة والفضيلة، الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كان له شفيعا يوم القيامة. ومنها سكن المدينة، فمن سكن المدينة وصبر على لأواها وشدتها وجهدها كان النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ومنها كذلك أن يموت مجاهدا في سبيل الله، فالمجاهد يشفع في 70 من أهل يوم القيامة. ومنها كذلك أن يموت له فرط، طفل صغير، فهذا يكون لأهلهم شفعاء يوم القيامة. ومنها أن يكون المؤمن من أعلى أهل الجنة، فإن أعالي أهل الجنة يشفعون لمن في أسفل أهل الجنة، وهكذا. الشفاعة لها يعني مأخذ آخر، لها أسباب ولها أنواع ولها أقسام. نعم. على كل حال مت على الإيمان، فإن من مات على الإيمان سيشفع له المؤمنون يوم القيامة. يشفعون فيه 3 شفاعات، يشفع فيه المؤمنون والأنبياء والملائكة. طيب إذا انتهت شفاعة هؤلاء قال الله بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيأخذ بيده 3 حثيات فلا يبقى في النار أحد ممن يقول لا إله إلا الله. هذا أن ترى عندنا محاضرة اسمها صفة الجنة، بس إنها راح وقتها، كانت الشهر الماضي، ولم يأتنا التصريح بالمحاضرات إلا متأخرا قليلا، والتفريط منا ليس من أهل التصريح. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما بين مصراعي من مصاريع باب الجنة كما بين مكة وبصرى، يعني كما بين مكة والشام. بصرى مدينة منطقة في الشام. وإنه يأتي عليه يوم زمان يكون كضيضا من الزحام، كضيضا من الزحام. نعم. خلاص. طيب ايه نسأل الله الإعانة والإخلاص.